السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات علوم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أهم حاجة لازم أي مصور يبقى فاهمها وعارفها كويس عشان يعرف يستخدم الكاميرا بتاعته أو الموبايل ويصور الصور زي ما هو عاوز بالظبط. خلينا الأول نقول إن أنت ما بتصور بالموبايل أو الكاميرا بتاعتك وهي في وضع الأوتوماتيك، فالكاميرا بتاعتك هي اللي بتختار أفضل إعدادات للتصوير حسب ما هي متبرمجة، وبالغالب الصور دي بتطلع كويسة، لكن أحيانا أنت بتحتاج إن أنت بنفسك لازم تظبط الإعدادات دي وإنك تتدخل عشان تخلي الصورة تبقى أوضح شوية أو تركز على جزء معين في الصورة، أو مثلا لما تحب تصور النجوم أو القمر أو المجرات كمان. أحب أقولك إن مش هينفع خالص تعتمد على وضع الأوتوماتيك في الموبايل أو الكاميرا، فبالتالي لازم تبقى عارف إيه هي الإعدادات دي وإزاي تعرف تغير فيها وتظبطها على القيم اللي أنت عاوزها. إعدادات التصوير دي إحنا بنقول عليها الإكسبوجر تراينجل أو مثلث التعريض، والمثلث ده هو اللي بيوضح العلاقة ما بين 3 إعدادات يعتبروا هما الأضلاع الرئيسية في تشكيل أي صورة إحنا بنصورها. ال3 إعدادات دول هما الأيزو، الأبريتشر أو فتحة العدسة، الشاتر سبيد أو زمن التعريض. هنبدأ نتكلم بالتفصيل عن الإعدادات ال3 اللي قدامنا وإزاي هما بيأثروا على بعض وعلى شكل الصورة، وإزاي القيمة المختلفة ليهم بتغير شكل ومحتوى الصورة تماما، وإنك ممكن من خلالهم تظهر حاجات كانت مخفية ومش ظاهرة قبل كده قبل ما تغير القيم بتاعتهم أو العكس.